السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض وصفة كده سهلة وسريعة واقتصادية جدا وان شاء الله تعجبكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا بتنجان، هقطعه كده شرايح. هقطع كل الكمية نفس النظام شرايح على حسب الكمية بقى اللي انتي هتعمليها. معايا بطاطس برضو هقطعها شرايح. ومعايا كمان طماطم برضو هقطعه شرايح. معايا كمان فلفل. لو عايزة تحطي فلفل حامي حطي. معايا كمان بصل برضو هقطعه شرايح حلقات كده. بص انا فككته كده كله من بعضه. هجيب بقى اي صينية وادهنها زيت من تحت، اي نوع زيت. وبعد كده هرص البطاطس بتاعتي وهنزل عليها بالبتنجان، كله ناي في ناي يا جماعة. بعد كده هحط شرايح الطماطم. بعد كده هحط البصل. عايزة ترصيهم، عايزة تحطيهم بطريقة عشوائية عادي. هحط بقى الفلفل بتاعي. بعد كده معايا طبق هنزل فيه بمعلقتين من الصلصة، واحط عليه شوية زيت، واحدة مرقة، مكعب مرقة، مرقة خضار يعني. بعد كده هحط ملح وكزبرة وكمون وفلفل اسود وبابريكا. هنزل عليهم بقى بكوباية شوربة او كوباية مية سخنة. وبعد كده هنزل على البتنجان والبطاطس والخضار بتاعي. بعد كده قطعت فصين توم كده شرايح وحطيتها عليهم. هغلفها بقى بورق الفويل وادخلها الفرن. هسيبها بقى لحد ما تستوي كويس وبعد كده اخرجها. انا حطيتها على درجة حرارة 200. بصوا كده بعد ما خرجتها من الفرن هدخلها بقى تاخد تحميرة كده من الوش يعني. بصوا كده دخلتها الفرن اخدت تحميرة وخرجتها. جميلة، جربوها وان شاء الله تعجبكم. ممكن تعملي جنبها رز، ممكن تعمليها كده وتاكليها بعيش عادي براحتك. جربوها وان شاء الله تعجبكم
ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.